السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال25 معايا في دوره البط بتاعنا النسكوفي. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه، خلاص احنا اتعودنا ان احنا كل اسبوع بنحط له شويه ميه كده، بس هو بيحمي نفسه فيها زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بنسيبه براحته بينشف. ما بيجرالوش حاجه خالص يا جماعه، بالعكس البط بيحب الميه وبيحب ان دايما ينظف نفسه في قلب الميه. طيب النهارده في اليوم ال25، طبعا انا اسفه جدا على ال3 ايام اللي انا ما صورتش فيهم، بس للاسف كنت تعبانه. يا ريت تدعوا لي بقى كده بالشفاء علشان ارجع اصور تاني معاكم كل يوم وما اخرش عليكم. طيب في اليوم ال25 حبايبي هنبتدي نحط معانا الكوميت. الكوميت ده يا جماعه طبعا اللي ربى معايا الكتاكيت عارف مفعوله حلو ازاي، وهو قد ايه حلو للطائر بتاعنا وفاتح للشهيه وفيه فيتامينات كتير. فتعالوا نسمي الله كده. انا هنا حبايبي ده العلف اللي احنا مخلصينه، اللي هو عباره عن 2 كيلو علف على نص كيلو حته فول على كيلو ذره مدشوشه وعلى نص رده، بنخلطهم على بعض وبندي منهم للبط بتاعنا. خلطه حلوه قوي للتسمين، وبنحط عليهم بس معلقه زيت. وهنا انا ماليه 2 لتر ميه، هحط عليهم معلقه من بتاعه الشاي الصغيره على ال2 لتر ميه. هحط على ال2 لتر ميه وهحط لهم في السقايات، وهبتدي احط في الاكل في الصينيه بتاعتهم علشان ياكلوا، وهرجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي احنا حطينا الميه كده زي ما حضراتكم شايفين، حطينا فيه معلقه الكوميت على 2 لتر ميه، مره واحده بس يا جماعه في اليوم. هنبتدي نحط معانا الخلطه اللي عملناها مع بعض. انا قلبت عليها معلقه الزيت في الطبق هنا، اقلبها لهم بس تقليبه تاني كده. ده شكلهم معانا يا جماعه. طبعا ان شاء الله بكره زي ما وعدتكم، بكره الجمعه وهنوزن تاني مع بعض، هنشوف المكان وصلت لحد فين. طبعا اخر مره كنا وازنين كان في كيلو 200 جرام، وكان في 2 كيلو الا 100 جرام او 150 جرام حاجه زي كده، مش متذكره قوي. فبكره ان شاء الله هنشوف الاوزان وصلت لي قد ايه. فلو عجبتكم الحلقه فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.